تروحيش وانت جعانه بجد. 100 ايد بتتمد على 100 حاجه وبتتحط عندك. كل اللي هتبقي عملتيه يا ست الكل ان انت بوظتي ميزانيه البيت. يا بنات جايبه لكم في الفيديو ده خلاصه تجربتي كده. كل يوم الاسعار بتغلى، كل حاجه حواليا بتغلى الا مصروف البيت، وفي نفس الوقت انا ملزمه اني اكمل الشهر كله بمصروف البيت بتاعي مهما الاسعار غليت. وكل يوم نفس الكلام اللي بنقوله، كل ساعة بسمع سعر جديد للحاجة. الحاجات كلها بتغلى. طب اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان انا اخزن الحاجات دي، ولا ان انا اشتري الحاجات اللي انا محتاجاها، ولا اخزن حاجات رمضان؟ طب اعمل ايه؟ انا تايهة ومش عارفة ازاي اظبط اموري. النهاردة ان شاء الله هنلاقي حلول مع بعض للمشكلة دي من غير ما تشيلي اي هم. الفترة اللي فاتت دي يا بنات عملت شوية حاجات كده فرقت معايا جدا في مصروف البيت، فقلت لازم النهاردة اطلع اتكلم معاكم فيها واقول لكم ازاي نقدر ان احنا ولو بحاجات بسيطة جدا نوفر كتير من مصروف البيت، واكيد ده هيفرق معانا في الفترة دي. ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة بتشوفوني، انا سارة ودي قناتي. اهلا بيكم، نورتوني. النهارده ان شاء الله مش هتطلع من الفيديو ده غير وانتي مستفيده ومبسوطه وفرحانه وواصله لحل مع ازمه مصروف البيت. النهارده هنتكلم مع بعض في حلول واقعيه وعن تجربتي الشخصيه. فيا بنات الفيديو ده كله تجربتي انا جربت شويه خطوات. الخطوات دي فرقت معايا جدا في مصروف البيت، مش جدا يعني، بس وفرت معايا. واظن احنا في اكتر وقت محتاجين نوفر ولو حاجه بسيطه من مصروف البيت، او حتى نقدر نكمل اخر الشهر بسلام يعني. فكملوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. اول حاجه يا بنات احنا هنقسم الفيديو لكام نقطه كده. اول نقطه هتكلم فيها وهي التخطيط، والتخطيط ده اهم حاجه لازم كلنا نعملها الفترة دي. التخطيط ده يا بنات مش شرط للناس اللي مرتباتها قليلة ولازم تمسك ورقة وقلم وتقعد تحسب انا هصرف مرتبي في ايه، او انا هجيب ايه، او انا هقسم مصروف البيت ازاي. ولا للناس اللي برضو البادجت بتاعتها او مصروف البيت بتاعها او السالري بتاعها كبير قوي، فلازم يقعدوا يخططوا هيشيلوا ايه وهيخلوا ايه وهيجيبوا ايه عشان الفلوس دي ما تخلص منهم او تتهدر في اي كلام وما يبقوش عارفين هم صرفوا ايه. النهارده كلنا محتاجين يبقى عندنا خطة لمصروف البيت. لازم يبقى عندنا ورقة وقلم ماشيين بيها وظابطين ميزانية البيت، عارفين انا دخلي ايه طول الشهر، إيه الفلوس اللي بتجيلي. الفلوس دي انا لازم اقسمها للحاجات المهمة والحاجات الاساسية، اقسمها جزء للرفاهية واقسمها كمان جزء للستورج او للحاجات اللي انا بخزنها. لازم اعمل كده النهاردة علشان اعرف ان انا اكمل في الظروف اللي احنا فيها دي. التخطيط بقى يا بنات برضو من اهم الحاجات فيه ان انا قبل لما انزل اشتري اي حاجة النهاردة لازم اعمل تشيك اب على كل حاجة عندي في البيت. يعني قبل لما انزل من بيتي اروح اشتري اي حاجة، ابص الاول على الاستورج او المخزون اللي عندي في البيت، سواء انا بجيب مكرونة، بجيب رز، بجيب طماطم، بجيب خيار، بجيب فاكهة، بجيب اي حاجة. لازم ابص اللي عندي كويس. ولازم يا بنات نتعلم نحسب احتياجاتنا. يعني احسب انا كبيت 3 افراد 4 افراد، انا بستهلك في الاسبوع كام كيس مكرونه، كام كيس رز، في الوجبه الواحده انا ولادي بياكلوا ايه، انا باكل وبشرب ايه. لازم ابقى عارفه النهارده، لان احنا النهارده مش في ظروف نهدر فيها او نرمي فيها. انا حبيت الرز اللي هرميها دي النهارده بقت بفلوس. لازم نتعلم ان احنا نحسب كل حاجه. لما نيجي يا بنات نخطط كمان، تعالوا نخطط بالاسبوع بلاش نخطط بالشهر. يعني ايه؟ يعني انا قبل ما انزل اشتري طلبات البيت بتاعتي، تعالي هاتي ورقة وقلم كده واقعدي اكتبي انتي الاسبوع ده هتعملي اكل ايه. يعني مثلا هعمل كشري، هعمل بامية، هعمل بطاطس، هعمل مكرونة بشاميل. اكتبي اكلات الاسبوع بتاعتك اللي انتي هتاكليها. وانتي بتكتبي اكلات الاسبوع دي اكتبي بقى الحاجات اللي موجودة عندك في البيت والحاجات اللي مش موجودة عندك في البيت. يعني مثلا انا عندي كيسين مكرونة هحتاج عليهم كمان كيسين مكرونة، عندي كيلو رز هحتاج عليه كيلو رز. ليه بقى هنعمل كده يا بنات؟ هقول لكم ليه. علشان واحنا نازلين نشتري، بدل ما اشتري 3 اكياس مكرونة وانا هبقى محتاجة كيس مكرونة واحد بس على اللي عندي في البيت، الفلوس اللي اشتريت بيها كيسين المكرونة دول انا اقدر اشتري بيهم حاجة تانية.
انتوا فاهميني؟ فانا وقتها مش هشتكي ان الفلوس ما كفتش. ليه؟ لان انا عرفت اوظف الفلوس دي صح، عرفت احط الفلوس دي في مكانها الصح. النهارده كل حاجه عندي في البيت ميزه، وكل حاجه اسعارها بتغلى، فاكيد اللي موجود عندي في البيت ده وسعره قديم هيبقى احسن، بس في نفس الوقت مش ده وقته للأسف. النهاردة الفلوس اللي أنا هخزن بيها دي لو ما عنديش بديل تاني أشتري بيه احتياجاتي أنا هقف. ليه؟ لأن أنا عمالة أخزن في حاجات عندي في البيت، وفي نفس الوقت عندي نواقص أنا محتاجة أشتريها. فالنهاردة للأسف ما عنديش مكان إن أنا اخد فلوس النواقص اشتري بيها حاجات اخزنها. وانا معايا فلوس على جنب انا شايلاها اشتري طبعا. انا اول واحده هقولك لو الفلوس دي زياده انزلي طبعا اشتري زيت واشتري كل حاجه وخزنيها، ما عنديش اي مشكله لرمضان. لكن لو انت مصروف البيت بتاعك بيكفيكي يا دوب لاخر الشهر يبقى لا، هاتي على قد احتياجاتك بالظبط. كمان يا بنات من مميزات ان انا بشتري حاجتي بالاسبوع مش باليوم حاجات كتير قوي. يعني يا بنات انا لما انزل اشتري ربع كيلو مكرونه او نص كيلو مكرونه اكيد من الكلام ده مش هيكون اوفر من اني اشتري كيلو على بعضه. خليكوا دايما عارفين ان كل ما الباكج كبرت بقت اوفر كتير من الباكج الاصغر في الحجم وفي الفلوس الاتنين. يعني خلينا دايما عارفين النقطه دي. انا لما اشتري كيس مكرونه غير لما اشتري كيلو مكرونه. على فكره لما هشتري كيلو رز غير لما اشتري باكج 5 كيلو رز على بعض. عشان كده بقول لك قبل ما تنزلي احسبي احتياجاتك. او انت عارفه انا مثلا عارفه ان انا بستهلك في الشهر 5 كيلو رز، يبقى انا هشتري الباكج ال 5 كيلو على طول، مش هشتري كيلو بكيلو. انا مثلا بحتاج 2 كيلو مكرونه فهجيب الباكج الكيلو، مش هروح اشتري انصاص او اشتري اربع، لا انا هشتري دايما الكيس الكيلو. اكيد هيفرق لان خلوا بالكم الكيس الصغير ده مثلا بيبقى 450 جرام مش 500، يعني مش بيبقى نص كيلو، ده بيبقى اقل كمان. فخلوا بالكم من الحاجات دي عشان الحاجات البسيطه دي هتفرق. وفي حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها. انا عن نفسي وعن تجربتي انا والله يا بنات اما بجيب الكيلو ونص اللي هو ال 450 جرام ده ما بقدرش غير ان انا اعمله على مره واحده، يعني بستهلكه هو مره واحده بس. عارفين بقى الباكج الكيلو ده انا ممكن اعمله على 3 مرات بجد والله. او لو حتى مش هيكفيني 3 مرات بالظبط، بس لو انا جايبه 2 كيلو ال 2 كيلو هيكفوني 6 مرات. فاهمين؟ يعني يا بنات انا لما بجيب دايما الكميات كبيره بقدر اتحكم. يعني لما تيجي مثلا تعملي الكيس اللي هو 450 جرام ده هتلاقي بيتبقى معاكي شويه صغيرين، فتقولي طب انا هسيب شويه دول مش هيعملوا حاجه، طب انا ايه احطهم وخلاص، وفي الاخر هم هيترموا على فكره. لان هو انت احتياجاتك مش 450 جرام، انت احتياجاتك اقل. فشويه اللي انت استحرمتي ان انت ترميهم دول، او حسيتي ان هم شويه صغيرين انا هشيلهم اعمل بيهم ايه دول فزودتيهم على الاكل فهم اترموا، لا انت لو جايبه بقى الكيس الكيلو هيتبقى معاكي كميه تكفي كمان مرتين. يعني تبقي استعملتي الكيلو 3 مرات مش استعملتيه مره واحده بس. فاهميني؟ هي دي الفكره من ان انا اجيب الحاجه الحجم الكبير. هتقدري ان انت تتحكمي في كميته ان انت توفري منه كمان غير الكيس الصغير خالص. وانت بتعملي التخطيط بتاعك لاكلات الاسبوع دايما خلي عندك يوم لبواقي الاكل. وانا دايما بعمل كده يا بنات، واليوم ده على فكره بيفرق معايا جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يوم بواقي الاكل ده يا بنات انا كل يوم في الاكل مهما كنت بخلي بالي في اكلات ما بينفعش ان انا اعملها على قدنا بالظبط. يعني لو هعمل بسله، لو هعمل صينيه بطاطس، صينيه مكرونه بشاميل، الحاجات دي بيبقى لها حجم معين، خصوصا الصواني. لو بتعملي محشي الحاجات دي هتلاقي انت مش عارفه تظبطي كميه اكلكم بالظبط، فلازم بيتبقى منك شويه. انا بعمل ايه بقى في الشويه دول؟ على فكره حتى لو شويه دول صغيرين، لو انت ممكن تقولي هو انا هخلي دول اعمل بيهم ايه، يعني ده حاجه بسيطه، بخليها بحطها في علبه. كنا عملنا فيديو مع بعض عن الرفايع اللي انا ندمت ان انا ما اشتريتهاش من زمان، وكنت وريتكم فيها العلب الصغيره يا بنات. والعلب الصغيره دي حرفيا ايديا ورجليا في المطبخ، لان العلب دي اللي بشيل فيها بواقي الاكل. عايزه اقول لكم كمان ان ميزه العلب دي انها بتدخل الميكروويف، فانا كل اللي بعمله ان انا بطلعها من الفريزر بسيبها تهدى شويه وبدخلها الميكروويف وبنقعد نتغدى. الموضوع بالنسبه لي ما وسختش حلل وما وسختش حاجه، وفي نفس الوقت انا يوم قضيته من البيت. اليوم ده يا بنات هيفرق معاكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بس اهم حاجه بقى نستغل اليوم ده صح. اللي هو ازاي؟ يعني اليوم ده اللي انا عملت فيه بواقي اكل، او اللي انا مثلا كنت معزومه عند مامتي وكنت معزومه عند حماتي اكلت بره اليوم ده، حصل اي حاجه وما اكلتش في البيت، ما جيش تاني يوم بقى واضيع اللي انا عملته ده. يعني مثلا انا كان المفروض كنت عامله فراخ بانيه،
وبعدين اتعزمت عند مامتي مثلا فما عملتش الفراخ البانيه، فاجي تاني يوم مثلا هعمل مكرونه بشاميل، لا انا اعمل جنبها الفراخ البانيه بقى، لا طبعا احنا كده ما عملناش حاجه. زي ما كنا ماشيين بالظبط، احنا اكلنا هيبقى زي ما هو. اليوم الزياده ده يا بنات احنا هنسيبه في التلاجة زي ما هو. ينفع بقى في يوم في الشهر اللي بعده، ينفع في يوم انا مثلا كنت عاملاه لي بواقي اكل وما عنديش بواقي كفايه فهعمله، فاليوم ده هيفرق معاكي جدا وهيسند معاكي كمان لاخر الشهر. كده احنا خلصنا مرحله التخطيط، تعالوا بقى لمرحله التسوق. خلاص يا بنات، انا قبل ما انزل اعمل تسوق دخلت وشفت الحاجات اللي عندي وكتبت في الورقه الحاجات اللي ناقصاني واخدت فلوسي ونازله رايحه اعمل شوبينج في مكان. خلوا بالكم بقى من كام نقطة مهمة جدا لازم نركز فيها. أول حاجة، انت ملزمة بالورقة اللي في ايدك. لو لقيتي تخفيض حاجة نازلة من 1000 جنيه لجنيه، انت مش هتجيبيها. ليه؟ لأن أنا مش عاملة لها حساب، أنا مش واخدة لها فلوس. خلي بالك من حاجة، كل حاجة أنا هتغريني وهجيبها في العروض أنا هشيل قدامها حاجة من الليستة اللي معايا. انا مش نازله ابوظ مصروف البيت، مش نازله اضيع مصروف البيت، وباخد معايا الليسته بتاعتي اللي انا كاتبه فيها الطلبات عشان التزم بالحاجات اللي انا عايزاها. وخلوا بالكم يا بنات ان اغلب السيل اللي بيبقى معمول ده بيبقى حاجتين، اوقات كتير جدا بيبقى فيك واوقات كتير جدا بيبقى على حاجات الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه، وساعات كمان بيبقى وهمي. يعني مثلا ممكن تبقى ازازه كبيره، ازازه زيت مثلا حجم كبير، يقولك لا ده انت لو خدتي مش عارف ازازتين صغيرين هتاخديهم اقل مثلا 10 جنيه، وفي الاخر تتفاجئي ان كميه الازازه الكبيره اكبر اصلا من الازازتين الصغيرين دول. فاهميني؟ خليكي دايما حويطه، خليكي دايما كده مفتحه وانت بتعملي شوبينج، ما تخليهمش يضحكوا عليكي بال 19 99. فاهميني؟ ما تخليهمش يضحكوا عليكي بان ايه ده اشتري اتنين خدي تلاته، وفي الاخر على فكره هو نفس سعر الباكج الكبير، بس بالعكس احنا قلنا الحاجه كل ما جبناها اكبر كل ما هتبقى اوفر كتير معانا. فحاولي وانت داخله السوبر ماركت انت ملتزمه تماما باللي معاكي، داخله تدوري على الحاجه اللي انت كاتباها بس، والكميات هتجيبيها برضو اللي انت كاتباها بس، مش هجيب حاجه زياده حتى لو ده هيبقى اوفر حلو جدا، بس الاوفر ده للاسف هيجي على حساب حاجه تاني انا مش هعرف اجيبها، وهو ده يا بنات اللي بيبوظ مننا مصروف البيت. تاني حاجه واهم حاجه، وانت نازله تعملي شوبينج ابوس ايدك ما تاخديش حد معاكي. انزلي اعملي شوبينج لوحدك، لا تاخدي معاكي ولادك ولا تاخدي معاكي اي حد، لان انت هتلاقي 100 ايد بتتمد على 100 حاجه وبتتحط عندك. هتلاقي بصي ايدين عماله تنتش كده حاجات او عماله تملك الباسكت اللي معاكي، وتروحي على الكاشير تتفاجئي ان انت ضيعتي مصروف البيت في حاجات ولا كان لها اي لازمه. وفي الاخر يا جماعه، حتى لو احنا قلنا مش مشكله اجيب لهم مثلا حلويات او اجيب لهم ده العلب اللي هي بالجمله الشوكولاتات والبسكوتات والحاجات دي، اجيب لهم وياكلوا منها بدل ما ياخدوا مصروف، او ما هياخدوا مصروف على فكره، وفي الاخر الحاجه اللي في البيت دي هي برضه هتتاكل وهياخدوا مصروفهم، ولا هتبقي عملتي حاجه. كل اللي هتبقي عملتيه يا ست الكل ان انت بوظتي ميزانيه البيت. فلما تنزلي تعملي شوبينج انزلي لوحدك، انت نازله لوحدك، او استغلي وقت لو انت في مكان في مول او في مكان مثلا، خليهم هم يروحوا يعملوا حاجه وانت روحي اعملي الشوبينج ده، لكن ما تاخديش حد معاكي لانك بجد مش هتعرفي تعملي كنترول عليهم، وهتلاقي نفسك ضيعتي مصروف البيت في حاجات انت ما كنتيش عايزاها اصلا. فدايما الشوبينج لوحدك. اقول لكم بقى يا بنات على حاجه والله عن تجربة بجد، يعني انا يا بنات جايبه لكم في الفيديو ده خلاصة تجربتي كده. اما تروحي تعملي شوبينج ما تروحيش وانتي جعانة، بجد بكلمكم بمنتهى الامانه يا بنات. عارفين انا لما بروح اعمل شوبينج وانا جعانه انا بشتري كميه اكل انتوا مش متخيلين. اي حاجه فيها اكل قدامي بجيبها من غير ما ابص كده، الله ده هيبقى حلو قوي، ايه ده، لا ده مش الفراخ دي فراخ متبله انا هاخد اعمل بيها صينيه فراخ بالبطاطس، ايه ده الكفته دي جاهزه حلوه قوي مش عارف ايه، لا ده. وفي الاخر انا ما كنتش اصلا محتاجه كل ده ولا كنت عايزه اجيب ده، وكل اللي جبته ده طبعا دمر لي مصروف البيت. فعايزه اقول لكم يا بنات، دايما وانتوا بتشتروا قولوا الاول يعني اتغدي وبعدين ادخلي اعملي شوبينج. ليه؟ لان انت هتبقي شبعانه فمفيش حاجه هتغريكي، مفيش حاجه هتجري ريقك، فاهماني؟ انت هتروحي تشتري اللي انت عايزاه بس. وخلوا بالكم بقى من حاجه كمان يا بنات، اولا الكفته والحاجات اللي بتتباع والفراخ المتبله والحاجات دي
دي بتبقى اغلى من الحاجات العاديه، والحاجات دي سهل جدا ان احنا نعملها في البيت. في برضو الخضار المتقطع يا بنات، يعني في اوقات كده يا بنات لما بروح الماركت الكبير بنلاقي الفاكهه متقطعه ومتعلبه، بنلاقي الخضار مثلا الجزر المبشور، الحاجات الفروزن اللي هي البسله متفصصه، الحاجات دي. بصوا يا بنات، كل الحاجات دي بجد بتبقى اغلى من انك تشتري الخضار وتعمليه. في ناس مبقاش عندها وقت انها تعمل الكلام ده، بس فعلا يا بنات الموضوع بيبقى اوفر بهبل، بيبقى فرق السعر كبير، وانا شايفه ان الموضوع ما بيبقاش مستاهل قوي. يعني ان الحاجه انا لو جبتها وعملتها وانا قاعده مش هتاخد مني وقت اكيد. فلو انت في ايدك ان انت تجيبي الحاجات بتاعتك وتعمليها انت في البيت، الموضوع يبقى اوفر كتير. حتى اللحمه تبقي انت عارفه اللحمه اللي انت بتشتريها نوعها ايه، الفراخ انت اللي بتتبليها، انت اصلا اللي انت بتشتريها متبله دي انت بترسكي، لانك مش عارفه التتبيله دي هتعجب ولادك مش هتعجبهم، مش متعودين عليهم، لكن هم متعودين على اكلك، متعودين على الحاجات اللي انت بتعمليها، فاكيد هتبقى بالنسبه لهم احلى. وخساره في الوقت ده ان احنا بصراحه نروح نرسك ونشتري حاجه وما تطلعش الحاجه دي حلوه وفي الاخر نرميها، حرام يعني. فحاولي على قد ما تقدري تجيبي الخضار جاهز وانت اللي تعمليه، الكفته والحاجات دي اعمليها انت في البيت، اكيد هتبقى اوفر كتير، وهتبقي ضامنه كمان اللحمه اللي انت بتعملي بيها الاكل احسن ما تشتريها تبقى حاجات جاهزه كلها ومش عارفه هي تطلع تتبيلتها حلوه ولا لا. واهم حاجه بقى زي ما قلت لك، اوعي تعملي شوبينج وانت جعانه. واهم حاجه بقى يا بنات واحنا بنعمل الشوبينج، وبجد حاجه انا كنت بعملها بس انا دلوقتي بطلت اعملها، وهي ان انا كنت بتكسف وانا بشتري الخضار ان انا اطلب مثلا ان انا عايزه ربع كيلو ونص كيلو او على قد احتياجاتي. انا يا بنات قعدت فتره طويله جدا جدا بعمل الموضوع ده. يعني مثلا انا محتاجه ربع كيلو فلفل، بس انا اتحرج اقول للراجل انا عايزه ربع كيلو، فكنت بروح اشتري كيلو. فبناء عليه كنت بستعمل الربع كيلو، والكيلو كان بيبوظ عندي بقيته. فانا بطلت اعمل ده دلوقتي. دايما في الماركت الكبير هو بيسيب لك حريه ان انت تاخدي الكيس وتحطي الكميه اللي انت عايزاها وتوزنيها وتشتريها، وانا شايفه ده احسن كتير. بس حتى لو انت بتشتري من السوق، ما اعتقدش ان في الظروف اللي احنا فيها دي وفي الاوقات اللي احنا فيه ده، ده وقت كسوف. كل واحد يشتري اللي هو محتاجه بس. فانت شوفي برضو احتياجاتك وتعلمي دايما تطلبي اللي انت محتاجاه بس، ما تجيبيش حاجه زياده، لان ساعات الراجل يقول لك ايه، طب ماشي خدي كيلو ونص هيبقى مش عارف بكذا، لا انا محتاجه كيلو بس. طب ماشي اكمل لك الكيلو ويبقى بكذا، لا انا محتاجه نص كيلو بس. ما تتكسفيش، ان انا بجد كنت في الاول بتكسف اما حد يقول لي، لو انا مثلا بشتري من السوق والراجل مثلا يقول لي ايه، طب هكملهم لك مثلا كيلو ونص هيبقوا بكذا، طيب تمام ماشي، والله كنت بتكسف جدا. بس دلوقتي لا، بقول له مثلا انا محتاجه ربع كيلو كذا، محتاجه كيلو من كذا، يقول لي هزود لك، اقول له لا انا عايزه كذا بس. تمام. فاعملوا كده يا بنات، ده ما فيهوش اي كسوف، وبالعكس انا اللي عارفه احتياجات بيتي وانا اللي عارفه ميزانيه بيتي، فمفيش حد هيحددها لي، انا اللي بحدد انا عايزه ايه. اظن كده خططنا ورحنا عملنا الشوبينج بتاعنا ورجعنا البيت. تعالي اقولك بقى على 3 حاجات لازم نعملهم، هيفرقوا معانا جدا ان شاء الله كمان، وهيوفروا معانا كتير. اول حاجه يا بنات، انت رجعتي من البيت ومعاكي مصروف البيت بتاعك، فكه بقى، عارفين الفكه اللي بتبقى موجوده معانا في البيت دي؟ مش هيحصل اي حاجه خالص لو شويه فكه من دول انا اخدتهم وشلتهم في حصاله على جنب كده يا بنات، وانا عن نفسي بعمل كده. انتي ليكي حريه الاختيار، بس الفكه اللي انتي مستهونه بيها النهارده دي صدقيني، فكه على فكه على فكه هتعمل معاكي مبلغ، خصوصا انها يعني الفكه دي احنا اوقات كتير ما بنرجعش بيها البيت. يعني انت لو في ماركت بتشتري حاجات بتبقى معاكي فكه، انت بتشتري بيها اي حاجه وانت مروحه، فالفكه دي مش اساسي معاكي في البيت. فالفكه دي لو اتبقت معاكي ممكن تحطيها على جنب كده في اي حصاله في اي حاجه، والله بجد مش هتفرق معاكي. وعلى فكره يا بنات، ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب كده هنتكلم فيه برضو عن طرق التوفير كده، وازاي نقدر نحوش من مصروف البيت ومن غير ما تحسي، هتلاقي نفسك محوشه مبلغ كده من مصروف البيت وانتي مش عارفه المبلغ ده تحوش ازاي. فلو انتوا بقى متشجعين وحابين الفيديوهات الحلوه دي، يلا بسرعة من غير كتر كلام انزلي بسرعة اشتركي في القناة واعملي لايك لو الفيديو ده عجبك، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك دايما اشعار بكل فيديو جديد بنزله. وتعالوا نكمل بقى يا بنات، خلصنا مرحلة التخطيط وخلصنا مرحلة التسوق. تعالوا بقى يا بنات واحنا بنعمل الاكل هقولكوا على حاجتين برضو فرقوا معايا جدا ووفروا معايا جدا في مصروف البيت. اول حاجة يا بنات، لو انتي مش بتعايري الاكل انتي بجد فايتك كتير.
لا، فايتك كتير قوي. في ناس يا بنات ما بتعرفش تعاير الاكل، يعني اما تيجي تعمل رز بتمسك كيس الرز وتكب منه كده، هي متعوده ما بتشتغلش بالمقادير. ودي يا بنات اكتر حاجه بجد بتهدر في الاكل، واكتر حاجه ما بتعرفكيش انتي اسرتك بتستهلك اكل قد ايه. يعني انا مثلا يا بنات في الاكله بعمل كوبايه رز، كوبايه رز انا بحط لها كوبايه ميه، فاهميني؟ المعيار مش حاجه صعبه ان انا اتعلم. طيب انا النهارده مثلا لسه ما بعرفش اعير قد كده، فعملت كوبايه ونص رز مثلا، وبعدين بعد ما خلصت الاكل لقيت اتبقى في الاطباق شويه رز، فاعرف لا المره الجايه وانا بعمل هقلل المعيار شويه. فانا لما اتعلم ان انا اعاير الاكل انا هعرف احتياجات بيتي قد ايه. انما لما اقعد اقبل الرز والشعريه والحاجات كده، انا مش هعرف انا بيتي بيستهلك قد ايه، وصدقيني مش هتعرفي توفري. ده هيهدر منك كتير، والاكل ده هيترمى، لان كلنا ولادنا ما بيحبوش الاكل البايت. فلازم نتعلم ان احنا نعاير الاكل عشان اعرف لا النهارده فاض مني، لا انا بكره هقلل شويه عن المعيار ده، فابقى متحكمه. هيديكي تحكم اكتر ان انا احافظ على كميات الاكل اللي عندي واخليها تقضي فتره اطول. وتاني حاجه واهم حاجه، والحاجه دي يا بنات انا بقالي فتره طويله جدا بعملها، والله وعن تجربه فرقت معايا جدا، وهي ان انا كل ما بعمل اكل بشيل منه حاجه قبل ما اعمله. يعني ايه؟ هقول لكم. بصوا يا بنات، انا مثلا النهارده هعمل لحمه مفرومه، فعندي مثلا بعمل ربع كيلو في المره في الاكله، فجيت وانا بعمل الاكل شلت حته كده، حته باخد حته لحمه مفرومه كده. خصوصا بقى يا بنات لو انا هعمل مكرونه بالبشاميل، مش شرط اللحمه تبقى كبيره، هتلاقيها فرطت معاكي. وكمان عشان بحط مكرونه وبحط بشاميل وبحط حاجات كتير، فاللحمه ما بتبقاش اساسيه قوي في الاكله دي، او مش لازم تبقى كتير قوي في الاكله دي. فلو انت اخدتي حته حته، انا بقولك حته والله بجد، وشلتيها في كيس، صدقيني المرة دي اخدت حتة، المرة الجاية وانا بعمل اكلة تانية اخدت حتة صغيرة، المرة اللي بعدها اخدت حتة صغيرة، بعد 3 4 مرات هتلاقي نفسك بقى معاكي اكله اليوم، فاهماني؟ وفي نفس الوقت الحته اللي انت اخدتيها دي محدش هيحس بيها، مش هتفرق معاكي في الاكل زي ما انت فاكره. انت اخدتي حته صغيره، بقولكيش خدي حته، لا حته صغيره. نفس الكلام ده في اللحمه، انا مثلا لو انا بعمل الغدا النهارده واخدت حته لحمه، حتى لو اعتبريها من منابك انت، يعني مثلا لو احنا بنقول كل فرد ياخد حتتين لحمه صغيرين، انت شيلي منهم حته. وصدقيني واسمعي كلامي، احنا ولادنا دايما ما بيخلصوش اكلهم، احنا يا بنات دايما، وبلاش نضحك على بعض، بعد ما بنخلص الاكل بتلاقي في طبق ابنك حته لحمه، في طبق بنتك حته فراخ، في طبق ده حته كفته. مفيش حد من ولادنا بيخلص اكله. فتعالوا بقى نتعلم نوفر الايام دي. انت حته اللحمه اللي هتشيليها دي، صدقيني حتى لو من منابك هتلاقي في طفل مثلا اكل حته وساب حته، فهتبقي انت عرفتي قيمه الحته اللي انت شلتيها دي. يعني بدل ما تبقى معاكي حته كانوا هيبقوا حتتين. فلا، انا اشيل حته لحمه، حته، ما بقولكيش شيلي حته كبيره، حته لحمه مفرومه. لو انت بتعملي كبده برضو نفس الموضوع، شيلي معلقه معلقتين حطيهم في كيس. بس الكيس ده بقى خلي بالك عشان لما تيجي تحطي تاني ما تحطيش في كيس تاني او في علبه تانية، لا في نفس العلبه دي زودي عليها، كل مره زودي عليها بجد يا بنات، والله هتلاقوا نفسكم تكون معاكم اكله. الكبد والقوانص، لو وانتي بتشتري الفراخ مش لازم وانتي بتعملي الفراخ تحطي الكبد والقوانص كل مره. يعني مثلا يا بنات انا النهارده شاريه 3 فرخات، فشلت الكبد والقوانص بتاعتهم في كيس او في علبه وحطيتهم في التلاجة. بدل ما انا هحطهم ممكن ما يتاكلوش، هيبقوا زياده على الاكل، لا انا هشيلهم. ومثلا المره الجايه جبت 3 4 كمان فرخات، فشلت برضو الكبد والقوانص بتاعتها، فبقت عندي اكله اعمل في يوم كبد وقوانص مع رز بشعريه مثلا وبطاطس، ويوم قضيناه من ايه؟ ما اشتريتش حاجه، هي حاجات كانت عندي في البيت. فيا بنات والله الموضوع ده انا جربته من فتره وفرق معايا جدا. عارفين اوقات كده اقعد اقول ايه، خلصت الحاجات اللي عندي ما عادش واتفاجئ ان مثلا عندي كيس اللي هو كنت انا حاطه فيه كام مره لحمه مفرومه كده نفع، ممكن اعمله لحمه مفرومه بالصلصه مثلا، واعمل معاه مكرونه سباكيتي كده، وقضينا اكله يوم. فهتصدقيني هينفعك اكتر ما هيضرك، وجربوا. انا نفسي يا بنات تجربوا الحاجات دي والله، قولوا لي الحاجات دي فعلا فرقت معاكم ولا لا. واتمنى بجد لو حد جرب حاجه وفادته يقول لي، عشان اكيد دي حاجه هتفرحني جدا. النهارده حبيت ان انا انقل لكم حاجه بسيطه كده، اتمنى يا رب انها تفيدنا في ايام الغلاء اللي احنا فيها دي، وتكون فعلا ادت لحد فكره يقدر يوفر بيها شويه من مصروف البيت، او تكون اي معلومه في الفيديو ده فادتكم.
وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة يا امارات.